السلام عليكم، عاملين إيه؟ سمعتوا قبل كده عن حاجة اسمها أطفال المفتاح؟ مش مفتاح عربية ولا شقة فخمة، ده مفتاح بيت عادي خالص. بصوا بقى، أطفال المفتاح دول الأولاد الصغيرين اللي لسه متخطوش ال18 سنة، بيرجعوا من المدرسة أو الدرس يلاقوا البيت قالب فاضي، زي ما تقول كده صحراء. مفيش حد مستنيهم، مفيش أكل سخن، مفيش حتى حد يسألهم عملتوا إيه النهاردة. والمصطلح ده منتشر في أوروبا. طب ليه سموهم أطفال لمفتاح؟ علشان غالبا بيكون معاهم مفتاح البيت عشان يفتحوا ويدخلوا. أهلهم لسه في الشغل، يا أبوهم وأمهم شغالين. الموضوع ده ليه وشين، فيه الحلو وفيه الوحش. الوش الحلو، العيال دي بتطلع رجالة بدري بدري، بتتعلم تعتمد على نفسها، تبقى جدعة وتعرف تدبر أمورها، يعني بتكبر بسرعة وتبقى مسؤولة من صغرها. الوش الوحش، يا خراشي، العيال دي ممكن تحس بالوحدة والخنقة قوي، تحس إن محدش مهتم بيها ولا بيسأل عليها، ممكن تتعب نفسيًا ومحدش بياخد باله منها ولا بيطبطب عليها لما ترجع من اليوم الطويل ده. بس في أمل، الحل موجود لو دورنا كويس، لو عملنا لهم نوادي أو أنشطة بعد المدرسة أو أي حاجة يشغلوا بيها وقتهم ويكونوا وسط ناس. ده ممكن يغير حياتهم خالص، يخليهم مبسوطين، ميحسوش بالوحدة، ويستفيدوا بوقتهم بدل ما يقعدوا لوحدهم في البيت يتخانقوا. كده يبقى خففنا عنهم اللي ممكن يحصلهم وخليناهم يستغلوا وقتهم في حاجة تفيدهم بجد. يا ريت لو عجبكم الموضوع تدعمونا بسبسكرايب ولايك. سلام.